السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم سنتحدث عن هدف فيصل فجر، وهدف رائع وجميل حمد لله، وقضية لامين يامال وعروض أوناحي، وأول مباراة الحارس ياسين بونو، وأول هدف مع النادي اليوناني أيوب كعبي. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فوزا مثيرا على شقيقه الطائي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، وانتهت المباراة التي جمعت الفريق ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الوحدة ب3 أهداف نظيفة. أهداف اللقاء بدأها اللاعب فيصل فجر في الدقيقة 33. يرتقب أن يسجل النجم المغربي ياسين بونو ظهوره الرسمي الأول مع نادي الهلال السعودي بعدما غاب عن المباراة الماضية التي تلت قدومه إلى الفريق. وأجمعت تقرير صحفية سعودية على أن بونو كان حاضرا في الحصة التدريبية الأخيرة للهلال قبل المواجهة الرائد اليوم الخميس لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ويرتقب أن يعتمد مدرب الهلال على بونو أساسيا. كشف تقرير صحفي فرنسي عن اهتمام الهلال وأهل جدة بالحصول على نجم المنتخب المغربي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وبحسب صحيفة ليكيب فإن الثنائي السعودي يستهدف ضم المغربي عز الدين أوناحي نجم أولمبيك مارسيليا. أقنع الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله الجميع أنه من طينة اللاعبين الكبار، ولم يكن أبدا عبث القول بأنه يستحق مكانة ضمن كبار هداف العالم. عبد الرزاق حمد الله الذي أكد جدارته وحاسته التهديفية منذ وصوله للسعودية، حيث غدا الهداف التاريخي لبطولتها، كما توج بالحذاء الذهبي في 3 مناسبات، أبرز أنه لم يتأثر لحضور المشاهير. وبرغم أن نادي الاتحاد جلب لصفوفه الأسطورة بنزيما، إلا أن ذلك لكم يمنع حمد الله من أن يكون حتى الآن هو هداف الفريق الاتحادي. وبرغم وصول عشرات النجوم والهدافين، إلا أن حمد الله هو من يتصدر اليوم ترتيب الهدافين في بطولة المشاهير بالسعودية. كانتي ينطلق، كانتي في محاولة يلعب كرة من الجهة اليمنى، المحاولة لصالح الاتحاد على الطرف الأيمن، الكرة ملعوبة عرضية. حمد الله وقع اليوم ثنائية من الرباعية التي فاز بها الاتحاد على الرياض، ليصل بذلك إلى هدفه الرابع من 3 مباريات، ويسجل الهدف الثالث على طريقة رونالدو. يقترب المغربي لامين يامال جوهرة فريق برشلونة الإسباني من توجيه طعنة لمنتخب المغرب من خلال اختيار تمثيل منتخب إسبانيا في الفترة المقبلة. شبكة كادينا سيرو الإسبانية الإذاعية أفادت بأن يامال أصبح على مقربة من اتخاذ القرار بالدفاع عن ألوان كتيبة الماتادور بدلا من منتخب أسود الأطلسية، بعدما اجتمع مع قادة لاروخا مساء الأربعاء. المهاجم الدولي أيوب الكعبي مساره الأوروبي باوي الهدف له مع أولمبياكوس في المباراة التي تجري أطوارها في هذه الأثناء باليونان ذهابا عن الدور الفاصل للتأهل لدور مجموعات أوروبا ليفي أمام فريق كوكاريكي الصربية. وافتتح الكعبي أول أهدافه في الدقيقة 3 من الشوط الأول من صد خاطئ للحارس تاسوكاريسكي، ويكمل بعدها الكرة إلى المرمى، ثم عاد زميله فورتوني إلى تزكية النتيجة في الدقيقة 16 من ذات الشوط الأول.